إذا طلبت المطر يبقى لازم تبقى مستعد للطين اللي هيحصل من المطر. معظمنا بيطلب النجاح وبيطلب حاجات كتير قوي، شهرة، فلوس، وات ايفر يعني. بس مش معظمنا عنده استعداد يدفع ثمن الطلب اللي هو طلبه. هنا السر بيكمن في استمرار النجاح، ان انت تبقى قادر تدفع الفاتورة اللي هتجيلك مع النجاح. زي الوحدة، زي حاجات كتيرة، زي اللي عايشها الناس الناجحين. مش كلهم طبعا عايشين وحدة وكده، ولكن ممكن تبقى وحدة فكرية، وحدة في الفلسفة، ممكن وحدة في آرائك، في معتقداتك، مش شرط وحدة حياتية يعني. ولكن في ضريبة وفي تمن لكل طلب بنطلبه في الحياة. مفيش طلب من غير تمن.